أجواء جميلة اللي مر فيها اليوم مع هاد الفنانين اللي عرضوا في نادي رحال لكرة القدم رسومات اللي كتأرخ الإنجاز التاريخي للفريق الوطني المغربي. وكما هو معروف نادي رحال دائما فاتح على أي مبادرة ثقافية اجتماعية إنسانية، وهذه مبادرة جميلة. فالوقت اللي جات عندي جمعية بصمات وجمعية الترابط الإبداعي لبينا الطلب وحاولنا لوجستيكيا وتنظيميا باش يدوز هذا الشيء في المستوى. السلام عليكم، سميتي رايا الهادي، كنلعب في نادي رحال كرة القدم. اليوم توج بأحسن رسام في هذه الدورة هذه اللي كيهنئوا بها الإنجاز ديال المنتخب الوطني في كأس العالم قطر 2022. لا، سميتي زياد سامي، لاعب رحال كرة القدم. بغيت نشكر فريق رحال على هذه الأمسية اللي داروا لنا وهذه الورشة اللي رسمنا فيها تذكيرا بالمجهودات اللي داروا المنتخب الوطني في الكوب دو موند الاخر، كوب دو موند قطر 2022. وبغيت نشكر الحاج عبد الواحد على كاع هادشي اللي حط لينا واللي ورانا وجاب لنا فنانين ورسامين كبار اللي وراونا وعلمونا وكنت من المحظوظين في هذه الورشه وجيت من المرتبه الاولى. السلام عليكم، معكم زكريا العافية، رئيس جمعية الترابط الإبداعي للثقافة والفنون. ودرنا هذا الحفل هذا بشراكة مع نادي رحال لكرة القدم. من هذا المنبر أنا كنشكر رئيس ديال هذا النادي سي عبد الواحد رحال على هذه البادرة الطيبة اللي كبر بينا وعطانا هذا الفضاء هذا في النادي باش نديروا واحد معرض فني تشكيلي اللي كتجسد فيه الانجاز التاريخي ديال اسود الاطلس في المونديال ديال قطر 2022. رحتي مع فراق